أيها الأحبة، ونحن نمر في أيام مباركات. هذه الأيام تزكي النفوس كما يريدها الله سبحانه وتعالى محبة ورحمة منه، فخاطب بدءا بذلك الفرض فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وكلمة آمنوا تخاطب النفوس، والنفوس أحبتي في الله يجب أن تزكى، والنفوس على ثلاثة أنواعها يجب أن ينتبه لها المرء، لأن هذه الثلاث هي محط الحساب ومحط اللقاء ومحط الدخول الجنة أم دخول النار. فالنفس المطمئنة تلك التي زكاها الله سبحانه وتعالى فطرة، وتلك هي التي اطمأنت إلى ربها فأتمرت بأمره وانتهت عما زجر، وهذه النفس هي التي مناط دخول الجنة. والنفس الأخرى نفس لوامة، وهي النفس البشرية تكاد تكون عامة عند كل الناس، وهذه النفس هذه اللوامة دائما ما تندم على ما فاتها من زمن أو ما فاتها من عمل صالح أو ما فاتها من كذا. أحيانا تكون النفس اللوامة مائلة إلى النفس الثالثة وهي النفس الأمارة، وأحيانا تكون مائلة إلى النفس الأولى وهي النفس المطمئنة. فإن كانت مائلة إلى النفس المطمئنة ترى الندم على كل خير، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم 70 مرة، فتقول أمنا عائشة له: يا رسول الله أتستغفر وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: ألا أكون عبدا شكورا؟ أي أن النفس اللوامة تخاف أن يفوتها شيء من الزيادة. وفي النفس اللوامة التي اطمأنت في ملامتها على النفس الأمارة بالسوء، فهي التي تفوتها الشهوات فتندم عليها، وإذا ذكرتها تفرح بها، وإذا فعلتها تغمض عنها. هذه النفس الأمارة تحيطها الشهوات والشبهات، مقرها القلب المائل إلى الشر، وليس مقرها القلب المائل إلى الخير، لأن القلب الله سبحانه وتعالى خلقه وجعله بيده يقلبه كيف يشاء بين أصابعه. نسأل الله لنا ولكم أن يثبتنا على دينه ويزكي نفوسنا.